اليوم رح نغوص في كتاب مثير للجدل، كتاب بيقدم رواية مختلفة تماماً عن قصة تأسيس دولة إسرائيل. هدفنا هون هو استعراض حجج الكاتب بكل حيادية عشان نفهم منطق السردية البديلة اللي بيطرحها. يلا نبدأ. المرجع الأساسي اللي رح نتكلم عنه هو هذا الكتاب، إسرائيل مركز الخرافة، للمؤلف خذير السالم. وللتوضيح بس، اسم الكاتب يلفظ خذير بفتح الخاء وكسر الذال. الكتاب صدر عام 2022، ومن وقتها هو بيطرح وجهة نظر تصادمية بتتحدى السرديات التاريخية المعروفة. طيب، شو هي الفكرة الأساسية للكتاب؟ الفكرة المحورية واضحة وصريحة جداً. الكاتب خضر سالم بيقول إن قيام دولة إسرائيل ما كان نتيجة حتمية لتاريخ ومعاناة الشعب اليهودي، لا، هو بيعتبره مشروع جيوسياسي تم تصميمه وتنفيذه بعناية من القوى الغربية عشان تحقق مصالحها في الشرق الأوسط. خلينا ندخل في أول ركيزة أساسية في حجة الكاتب، وهي نظرته المختلفة تماماً لدور الحرب العالمية الثانية في كل القصة دي. وهون بيقدم الكاتب مصطلح من عنده بسميه اللمسة الأخيرة. بالنسبة له، الحرب العالمية الثانية والهولوكوست ما كانت مجرد أحداث مأساوية، لا، هو بيشوفها كخطوة أخيرة محبوكة بذكاء تم استغلالها عشان تدفع اليهود اللي كانوا مترددين أو حتى رافضين للفكرة الصهيونية إنه يقبلوا بالهجرة لفلسطين. وهذا بيودينا لسؤال جوهري جدا في فكر الكاتب. طيب، إذا الأحداث دي ما كانت مجرد نتيجة لأيديولوجية هتلر، شو كانت وظيفتها الحقيقية من وجهة نظره؟ شوفوا الفرق هنا واضح جداً. السردية اللي كلنا بنعرفها بتقول إنه دافع هتلر كان إبادة اليهود، لكن الكاتب بيقدم طرح مختلف تماماً. بيقول إنه الفضائع تم تضخيمها واستغلالها من الحلفاء ومن المصالح المالية الكبرى عشان يخلقوا دافع نفسي قوي للهجرة لفلسطين، وفي نفس الوقت يعطوا المشروع غطاء أخلاقي قدام العالم كله. وعشان يدعم وجهة النظر دي بيستشهد سالم بكتاب زي دوغلاس ريد اللي شكك في الأرقام المتداولة لضحايا الهولوكوست. الكاتب بيعتبر إن التشكيك في الأرقام ده هو جزء من الدليل على إن الرواية كلها تم بناؤها عشان تخدم هدف سياسي معين. طيب، إذا كانت الحرب هي اللمسة الأخيرة، شو كانت الدوافع الأساسية اللي حركت المشروع من البداية؟ هنا الكاتب ينتقل من الكيف إلى اللماذا. بالنسبة للكاتب، الجواب كله بيكمن في أهمية الشرق الأوسط. هو شايفه مركز العالم الاستراتيجي، منطقة مليانة بالنفط وإلها أهمية حضارية ودينية ما لها مثيل. ومن وجهة نظره، زرع كيان غريب في قلب المنطقة دي كان الهدف منه هو ضمان عدم استقرارها ومنع أي وحدة ممكن تحصل فيها، وهذا طبعاً بيسهل استغلال ثرواتها والتحكم فيها. وهنا الكاتب بيقدم اقتباس بيعتبره دليل قاطع من ناحوم جولدمان، واحد من أكبر قادة الحركة الصهيونية. الشيء المثير في الاقتباس ده حسب الكاتب هو إن جولدمان بيعترف إن السياسيين ما بيفكروا في الصهيونية من منطلق ديني أو مثالي، لا، بيفكروا بلغة المصالح، نفط، استراتيجية وقوة. بس لحظة، هل الفكرة الصهيونية كانت مقبولة أصلاً عند كل اليهود في العالم؟ الكاتب بيخصص جزء كبير من كتابه عشان يجاوب على السؤال ده بلأ كبيرة. هو بيجادل إنه الصهيونية قبل الحرب العالمية الثانية كانت مجرد رأي أقلية، فكرة هامشية، وبيقول إنه كان في معارضة شرسة جداً للفكرة دي من داخل التيارات الدينية والفكرية اليهودية نفسها، اللي كانت بتشوفها يا إما خروج عن الدين أو شكل خطير من أشكال القومية. وكدليل على المعارضة الدينية، بيجيبوا وثيقة اسمها منهاج بيتسبرغ من سنة 1885. الوثيقة دي صدرت عن حاخامات إصلاحيين في أمريكا، وبترفض بشكل صريح فكرة الأمة اليهودية، وبتأكد إن هويتهم هي هوية جماعة دينية فقط، وبالتالي فكرة العودة لفلسطين مرفوضة. وبعدها بيجيب الكاتب صوت فكري من العيار الثقيل، ألبرت أينشتاين. الاقتباس ده بيوضح إن أينشتاين كان بيفضل التعايش السلمي مع العرب بدلاً من فكرة إنشاء دولة يهودية، والكاتب بيستخدمه عشان يثبت إن المعارضة ما كانتش بس دينية، لا، كانت كمان فكرية ومن شخصيات كبيرة. وبضيف كمان صوت الفيلسوف مارتن بوبر، اللي بحسب الكتاب انتقد الصهيونية اللي بتسعى لاحتلال الأرض عن طريق السياسة والمناورات، واعتبرها شكل غير لائق من القومية. كل هيدي الاقتباسات مع بعضها ترسم صورة لمعارضة داخلية واسعة النطاق. طيب، في النهاية، كيف الكاتب بيجمع كل هذه الخيوط مع بعض عشان يقدم لنا روايته البديلة المتكاملة؟
هذا هو التسلسل الزمني للأحداث زي ما بيشوفوا الكاتب خطوة بخطوة. القصة بتبدأ بالمصالح الإمبريالية، بعدها بيتم اختيار الصهيونية كأداة، بعدين بتيجي الحرب عشان تعطي الدفعة اللازمة، والنتيجة النهائية هي زرع دولة تخدم مصالح القوى الكبرى. تلخيص مباشر جدا لمنطق الكاتب. يعني الخلاصة هي دي: الكتاب بيعيد صياغة القصة كلها. بدل ما تكون قصة شعب بيسعى لتقرير مصيره وتحقيق وعد تاريخي، بتصير في نظر الكاتب مجرد فصل من فصول التاريخ الإمبريالي، تاريخ القوى الكبرى اللي بتستخدم الشعوب والأيديولوجيات كقطع شطرنج في لعبة عالمية. وفي النهاية، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع أطروحات الكتاب، هو بيخلينا نفكر في سؤال أعمق وأهم: كيف بتنكتب الروايات التاريخية اللي بنعتبرها حقائق مسلمة بها؟ ومين اللي عنده القدرة إنه يتحدى الروايات دي ويقدم روايات بديلة؟ سؤال يستحق التفكير.